يوتيوب واحد البلاتفورم اللي اي واحد فينا كيدوز فيها اغلب الاوقات ديالو، يا اما كتفرج في قنوات طبخ جيمنج ولا فيديوهات تعليميه. ولكن في جانب اخر كاينين فيديوهات غراب ومرعبه، والبعض منهم جايين من الدارك ويب. بحال في واحد الفيديو كيبان لنا واحد الشخص شاد واحد الجمجمه وكيشرح للناس كيفاش انهم يجبدوا الجثه من القبر، وجالس كيشرح كيفاش كيكون القبر من الداخل، وكيقول لهم الا بغيتوا تجبدوا الجمجمه خاصكم تخشيو 2 صباع في العينين ديال الجثه. يعني فيديو ما فيه ما يتشاف. وهنا كنطرحوا واحد التساؤل، هو كيفاش يوتيوب كتسمح بحال هاد الفيديوهات يبقاو في البلاتفورم ديالها؟ داكشي علاش في هاد الفيديو غندوي لكم على اغرب الفيديوهات اللي كاينين في يوتيوب. غير هو قبل كنبغي ننبه الناس اللي كيتفرجوا، الا كان العمر ديالك قل من 18 عام ما نصحكش تفرج في هذا الفيديو. الفيديو الاول اللي سميتو بلاك روم سو، اللي الاصل ديالو جاي من الدارك ويب، واي واحد فينا غيكون طلع ليه هذا الفيديو هذا، ولكن قليل اللي غيكون عارف القصه اللي مورا هذا الفيديو، اللي فيه واحد الراجل كياكل في واحد الزلافه، وكان كياكل في ديك الزلافه وهو كيبكي، وراه جوج ديال الاشخاص اللي لابسين واحد اللباس تنكري، واحد شويه غيبداو يمسحوا ليه على ظهره وكيواسيو فيه باش زعما ما يبقاش يبكي. ولكن فاش بداو كيديروا ديك الحركه، داك الشخص يلاه ما زاد في البكا ديالو وبدا كياكل في ديك الزلافه بسرعه. وهذه هي الكماله ديال الفيديو. وكاينين شي نظريات كتقول بان داك الشخص اختطفوه هو ومراته وغيقتلوها وغيجيبوا الاعضاء ديالها ومن بعد غيعطيوه ياكلوه، وحتى هو غيتم ديالو في الاخير. وشي وحدين كيقولوا ان هادشي كامل غير تمثيل، ولكن غير من الطريقه ديال البكا ديالو والنبره ديال الصوت ديالو واضح بلي داك الشيء بصح حقيقي. ولكن واش داكشي اللي كياكل بصح مراتو؟ ما كنظنش، حيتاش ما كاين حتى شي دليل كيثبت هاد الهضره هادي. والقصه مور هاد الازياء التنكريه راجعين لواحد الشخص مخرج اللي سميتو ريمون، واللي كان خدام مع ديزني وخدم حتى على دي سيمسون. وهذا المخرج غادي يخرج واحد السلسله اللي سميتها ذا راي، وصاوب هاد الازياء اللي غيكونوا هما الشخصيات في ديك السلسله. ولكن هادوك الازياء غادي يتسرقوا ليه، ومن بعد اسابيع ريمون غادي يوصلوا في ايميل هاد الفيديو هذا، ولكن ما عمرو قدر يعرف المصدر ديال هاد الفيديو ومنين جاي، وحتى البوليس ما قدروش يعرفوا المصدر منين جاي داك الفيديو اولا شكون داك الشخص اللي كيبكي، حيتاش كانوا مدرقين ليه عينيه باش ما يقدر يتعرف عليه حتى واحد. والفيديو الثاني اللي ما عرفوش مولاها، حيت جا واحد الشخص اللي غادي يلقى واحد الكاميرا في واحد الكاتاكون في باغي، واللي كاتاكون اللي ما كيعرفهمش عباره على متاهه اللي كبيره بزاف، وكان فيهم غير العظمه والجماجم. وكاين واحد الكاتاكون في باغي، وداك الكاتاكون الا تلفتي فيه تقدر تبقى تما ايام وما عرف حتى واحد فين كاين. المهم هذيك الكاميرا غادي نلقاوها تما، وكان مصور فيها هذا الفيديو هذا اللي فيه واحد الشخص كيجري ويمكن غيكون تالف ولا شي حاجه، وفي الاخر غادي تطيح ليه ديك الكاميرا باش كان كيصور. الفيديو الثالث اللي سميتو مستر 112 ديرت باك، والقصه ديالو كتدور على واحد البنت اللي سميتها مورا موراي، ومورا غادي تختفي في واحد الظروف اللي غامضه في سنه 2004 في شهر جوج. وفي ذاك النهار كانت في الجامعه ديالها كتقرا، وواحد شويه غادي تقول للاستاذه ديالها راني عندي ظروف عائليه وخاصني ضروري نمشي. وفي ذاك النهار نيت غادي يلقاو الطوموبيل ديالها كلها مهرسه ومفرشخه في واحد الطريق اللي سميتها 112، يعني سميتها 112. ولكن المشكل انها ما كانتش في الطوموبيل، يعني الطوموبيل كانت خاويه. ومن بعد البوليس غادي يبحثوا مع العائله ديالها، والعائله غتقول بلي ما كاينه حتى شي ظروف عائليه، يعني مورا غير كذبت عليهم في المدرسه فاش قالت لهم بلي انها عندها ظروف عائليه، يعني خرجت لشي سبب اخر. وفي واحد الانترفيو داروه مع باها كان قال انا داك الشخص اللي خدا ليه بنته ديرت باك، يعني ميكا ديال الزبل، يعني با لقب هذاك الشخص اللي خدا ليه بنته بميكا ديال الزبل. ومورا 8 سنين اكزاكت على ديك الحادث غادي تحل واحد القناه اللي سميتها مستر 112 ديرت باك. 112 هي الطريق اللي لقاو فيها الطوموبيل ديال مورا، ديرت باك هي السميه اللي لقب بها الاب هذاك الشخص اللي اختطف ليه بنته مورا. وفي ديك القناه كان فيها واحد الفيديو ديال واحد الراجل اللي غريب وكان كيضحك بهستيريا، واحد شويه غادي يولي وجهه سيريو ومن بعد غادي يغمز، وفي الاخر ديال الفيديو غادي يكتب هابي انيفرساري، يعني ذكرى سعيده. وهذه كانت الذكرى الثامنه ديال نفس النهار اللي اختفت فيه مورا. ومن بعد غادي يلوح فيديو اخر في واحد التيكي ديال واحد لوطيل، وداك التيكي ديال داك لوطيل حتى واحد ما عرف المعنى ديالو وشنو كيقصد بهذاك الفيديو اللي لاح. ولكن البوليس غادي يقدروا انهم يلقاو هذا الشخص هذا ويعرفوا شكون هو، ولكن ما لقاو عنده حتى شي دليل عنده علاقه بالاختفاء ديال مورا. وشي وحدين كيقولوا انه هو القاتل، وشي وحدين اخرين كيقولوا انه دار هادشي غير بالعاني باش يثير الانتباه، وباللي ما عنده حتى شي علاقه بالقضيه ديال مورا. ومن 2004 حتى اليوم مورا ما عمرها تلقات اولا لقاو الجسد ديالها، وحتى واحد ما عرف واش هي حيه ولا ميته. والفيديو الرابعه اللي سميتها
ماي سيستر. وفي ذاك الفيديو كانت فيه واحد البنت اللي الوجه ديالها غريب والملامح ديالها وكيفاش كتضحك غرابين الصراحه، وغادي تبدا تقيس بشي ملابس وغادي تبدا تضحك مع الكاميرا. واحد شويه هذيك البنت غادي تقرب للكاميرا وغادي تحيد الماسك وغادي تورينا الوجه ديالها الحقيقي. ومن بعد غادي تبان لينا كتاكل البنان وكتاكل مجموعه ديال الاكلات، وواحد شويه غادي تحيد الماسك ديالها الثاني، يعني حتى هذاك اللي ورات لينا الثاني غير ماسك. والفيديو كتسالي قبل ما نشوفوا الوجه ديالها الحقيقي. وديك القناه اللي تلاح فيها داك الفيديو كانت قناه ديال الجيمنج، يعني كان فيها غير فيديوهات ديال الالعاب. وهذا الفيديو بوحدو اللي كان غريب في ديك القناه، ما عرفتش واش مول داك القناه كيعرف هذيك السيده اللي في الفيديو اولا كتجيه شي حاجه اولا غير لقاه في شي بلاصه ونشرو في القناه ديالو. والفيديو الخامس اللي سميتو ريل ويتش سين ديال واحد الجروب ديال العرب اللي غاديين يمشيو للهند، وفي الطريق ديالهم غادي يتصادفوا مع واحد المراه اللي لابسه واحد اللباس اللي بيض وكيقولوا بلي انها شي ساحره. والفيديو كان فريمون كيخلع وكان واضح غير من الصراخات ديالهم. شي وحدين كيقولوا بلي ان هذا الشيء غير كذوب وداروا هذا الشيء غير بالعاني باش يطلعوا ليفي، ولكن راه حتى واحد فيهم ما مشهور اولا عنده شي قناه في يوتيوب. وهذيك الفيديو هي بوحدها اللي تبارطاجات. المهم قول لي واش في نظرك هذا الفيديو فعلا حقيقي اولا غير كذوب؟ هذا الشيء ما كان في هذا الفيديو هذا الخوت، وما تنساش معاك داك اللايك واشترك في القناه باش يوصلوك الفيديوهات الجايين وتهلاو. الدميه ديال انابيل هذه ماشي دميه عاديه ديال الدراري الصغار اولا دميه دارت ضجه واحد الفتره وفجاه وهي طفى، ولكن هذه قصه ديال الدميه اللي ما عمر الناس غادي ينساوها بسبب الرعب اللي نشرت في العالم، وغادي يخرجوا عليها مجموعه ديال الافلام والوثائقيات. وضروري ما غتكون تفرجتي في شي فيلم ديالها اولا غتكون تفرجتي في شي فيديو كيدوي عليها، ولكن لاحظت ان الناس كيركزوا غير على الافلام اللي خرجوا عليها اولا شي حوايج اللي تافهين. ولكن في هذا الفيديو غادي ندوي لكم على القصه الحقيقيه والتفاصيل اللي مور هذه الدميه هذه.